السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم موتانا وارحم أمي وارحم أبوي واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الأعلى. بص أنا جاية خلصانة والله العظيم، مش قادرة أتكلم، بس لقيت القناة عندي واقعة قوي، قلت لا هرجع أنزل فيديوهات تاني. والله يا جماعة أنا لما ببقى فاضية بنزل، بس أنا عشان مشغولة والدراسة طبعا قربت والدروس والليلة الكبيرة اللي انا فيها دي، فوالله مش بعرف اصور خالص. هنا بقى صورت لكم كده يوم وانا رايحة التمرين. يوم التمرين ده بيبقى متعب شوية، بس الحمد لله يعني بحاول اعمل شوية حاجات تفيد العيال. مش مهم اجي على نفسي شوية، مش مهم، بس اهم حاجة هم يتبسطوا. وانا بصراحة يا جماعة بقيت بزهق قوي من قعدة البيت. بصوا يا جماعة، هو الكابتن تعب معاهم جدا، تمام؟ هم مش بقالهم كتير اصلا، عشان ان هم مثلا يعني هم اي حد بيخش التمرين في الاول لازم بيبقى متعب، لان هو بيبقى مش عارف التمرين، وبيبقى مش عارف التدريب بادئ ازاي، بيبقى مش عارف الحركات، بيبقى مش عارف يسخن. فطبعا الكابتن في الاول كده بيتعب معاهم شويه، بعد كده بقى باذن الله يتعلموا، والحاجات دي هتبقى سهله بالنسبه لهم باذن الله. انا اخترت لهم حاجه صعبه، تمام؟ كان في قدامي حاجات تانية اسهل خالص من اللي انا اخترتها لعيالي، بس انا حبيت اختار لهم اللي انا اخترته، عشان هو كان احسن يعني ما اعرفش، بس انا حسيت بدماغي كده ان هو ده احسن حاجه يعني اللي انا اخترته لهم. يعني هما كان في مرجح لي الكاراتيه، بس انا ما حبيتش الكاراتيه خالص، وشفت تدريب الكاراتيه وقعدت مع الكابتن وكل حاجه، بس ما حبتوش. وفي بنات برضو بتلعب كره قدم، وحضرت برضو مع الكابتن كره القدم، وبرضو ما حبتوش، تمام؟ فهو حسب الراحه، وطبعا هم صغيرين مش هيقدروا يختاروا، فانا اخترت لهم حاجه يعني انا كان نفسي فيها يعني. فالحمد لله يعني، ربنا يوفقهم يا رب، ويوفق اولادنا جميعا، ويبارك في عيالنا جميعا يا رب. إيه، فارجع بقى تاني ليكو. إيه، انا حبيت ان انا اروح اغير جو شويه يا جماعه. انا زهقت من قعده البيت، بصحى من النوم اطبخ، ومعلش على زوري اليوم ده كان مجهد جدا. بقول لكم يوم التدريب ده انا باجي خلصانه، انا بنزل من البيت باجي يعني بحب كمان اقعد كمان اكتر من وقت التدريب، عشان عيالي يستمتعوا ويخشوا المراجيح ويهيصوا. فطبعا باجي خلصانه اقسم بالله، تمام؟ باجي خلصانه اقسم بالله. فقلت ايه، اصور معاكم برضو واسجل عشان على الصبح ايه انزله باذن الله. فكنت عايزه اقول لكم ان انا زهقت يا جماعه من قعده البيت، وزهقت من الروتين اللي انا فيه. بصحى من النوم اطبخ، اروق، اغسل، اذاكر. زهقت والله يا جماعه. فعشان كده قدمت في النادي، قلت ايه، منها انا بقعد اشوف ناس، ومنها بغير جو، ومنها بنزل من البيت، لان انا بزهق جدا يا جماعه الفتره دي، والله العظيم بزهق جدا، عايزه اخرج. قلت بدل ما اخرج ومش بعمل حاجه مفيده، لا طب ما انا اخرج وفي نفس الوقت اعمل حاجه مفيده، وفي نفس الوقت عيالي حاجه تكون مفيده ليهم، ان هم مثلا ايه، يتعلموا حاجه، يتدربوا على حاجه. طبعا احنا انا ما كنتش عارفه اصور والله العظيم يا جماعه. انا ببص مره واحده على القناه لقيتها وقعت مره واحده، بعد ما كان الحمد لله يا رب المشاهدات كانت بتعدي في الفيديوهات القصيره دي، ما شاء الله كانت بتعدي ب20,000. مره واحده ببص لقيتها مش جايبه يا جماعه، مش جايبه 20 مشاهده. يعني انتوا متوقعين الفرق؟ يعني بعد ما كانت بتجيب بال5000 وبال10,000 وبال20,000، ما تعديش ال40 وال50. يعني ما تعديش ال40 وال50 مشاهدة، مش 40 و50 ألف، لا ده 40 و50 مشاهدة. يعني القناة وقعت قوي. يعني بصوا، أي حد بيحبني يا جماعة، أي حد بيحبني وعايزني أكمل معاه على اليوتيوب، وعايز دايما يشوف فيديوهات ويحفزني وينجحني، سيبيلي تعليق حلو، أي تعليق إن شاء الله لو كلمة واحدة، واعملي لي لايك. بس انا مش عايزه اكتر من كده والله العظيم، عشان اتشجع. اقسم بالله انا عندي استعداد انزل كل يوم فيديوهين والله العظيم.
انا عندي حاجات بعملها في اليوم والله ببقى عايزه اصورها، بس القناه وقعت مره واحده. يعني القناه كانت رفعت وبقيت فرحانه جدا وخلاص قلت الحمد لله المشتركين علوا والمشاهدات رفعت والدنيا علت معايا الحمد لله يا رب، بفضل ربنا وبفضلكم. وناس كانت بتكتب لي تعليقات وتسال عليا ويدعوا لي ومش عارف ايه. مره واحده يا جماعه تقع مني كده مره واحده يعني. طب معلش اقفوا جنبي، كبروها لي تاني، رجعوها لي تقف على رجلها تاني، اعملوا لي لايكات تاني عشان بس اتشجع وانزل معاكم فيديوهات ونعمل معاكم جولات واعمل معاكم روتينات، وهنعمل جولات وهنعمل روتينات واخدكم معايا النادي وه... وهتشوفوا فيديوهات جميلة بإذن الله. بس انا مش طالبة منكم كتير والله العظيم، اعملي لايك. انا تعبت في القناة دي جدا والله، تعبت فيها جدا. انا بقالي 4 سنين متبهدلة فيها اقسم بالله. نفسي يعني اقفوا جنبي يا جماعة، ومعلش ان انا طولت عليكم، وربنا يا رب يوفق الجميع. هنا بقى ايه، بيطلعوا كده من التدريب لازم يلعبوا شوية قبل ما يروحوا، فانا خطفت لكم كده شوية مقتطفات كده ونزلتها لكم. وربنا يوفقنا جميعا يا رب. وما تنسيش يا جماعة تعملي لايك وتشتركي معايا في القناة، وربنا يسعد قلوبكم جميعا. وان شاء الله هعمل لكم جولات بعد كده حلوة ويا رب الفيديوهات تعجبكم. واي حد عنده اي استفسار يسيبولي تحت، انا برد على كل التعليقات والله العظيم، برد على كل التعليقات. كلكم اخواتي وكلكم على دماغي، ووجودكم عندي في القناه ده شرف ليا بتشرف بيه والله العظيم. متنسيش تعملي لايك وتشتركي معايا في القناه. واسفه جدا ان انا صوتي مرهق وتعبان. مع السلامه يا حبايبي.